على أرضية ملعب أحمد بن علي، حيث تصطف الجماهير بألوانها وأعلامها، دخلت الجزائر مباراة الافتتاح في كأس العرب محاولة أن تكتب بداية مشرقة لمشوارها، لكنها اصطدمت بجدار دفاعي سوداني صلب، فانتهت المباراة متعادلة، حاملة معها أكثر من رسالة عن المستوى والتحليل التكتيكي. المستوى الجزائري لم يكن عند التوقعات، سواء قبل طرد آدم والناس أو بعده. التغييرات التي قام بها المدرب لم توحي أبدا بأن فاعلها مدرب بالأساس. مع احترامي لمجيد كشخص، خروج بولبين السريع رغم ضعفه النسبي وترك أمير سعيود يدخل المباراة كان قرارا غريبا، فقد أضاع فرصته في ترك بصمة هجومية مؤثرة. مع أن دخول إسلام سليماني لما قدمه عبر السنوات كان يستحق أن يرافقه احترام أكبر وطريقة خروج مشرفة. وحتى إذا أصر على الاستمرار، فالبديل كان مكان الزاي القاف لإعادة التوازن للفريق وتجنب ضياع الفرص. وضع عادل بولبين كرأس حربة في بعض فترات اللقاء كان سيمنح الجزائر نجاعة هجومية أكبر، خاصة وأن إبراهيمي مصاب ولا يمكن المساهمة على الأجنحة. لكن المدرب فضل إشراك إسلام الذي لا ننكر فضله على مر السنوات، إلا أن كرة القدم تتطلب الحسم هنا والآن أمام السودان المنظم الذي لعب كأن لديه 12 لاعبا، والجزائر بتسعة بعد الطرد. بدأ سليماني وكأنه فقد البوصلة، فكثرة الكرات التي منحها للخصم جعلته يبدو وكأنه يخدم منظومتهم أكثر مما يخدم فريقه. الشوط الثاني شهد ضغطا جزائريا محموما، محاولات هجومية تتنقل من طرف إلى طرف، من العمق إلى الجناحين، لكن كل كرة اصطدمت بدفاع سوداني صارم ومنظم، وحارس مرمى صار كالسد المنيع أمام أي تهديد. السودان اعتمدت على ذكاء تكتيكي وصبر استراتيجي، مع مرتدات سريعة وحضور بدني مبهر، مما أثار دهشة بعض المحللين الذين ظنوا أن الفريق سيتراجع ويصمد قليلا ثم ينهار. لكن العكس كان صحيحا، فالفريق رفع نسق اللعب وحافظ على التوازن حتى صافرة النهاية. صقر الجديان السودانيون قدموا أداء بدنيا مذهلا، وقد يبدو النقطة جيدة لهم لأنهم ضد المنتخب مرشح مثل الجزائر، أو سيئة لأنهم لم يحققوا الفوز ضد خصم منقوص العدد. لكن في النهاية التعادل يبدو نتيجة عادلة بالنظر لظروف اللقاء. السودان أظهر تنظيما جماعيا عالي المستوى، التزاما دفاعيا حادا، وقدرة على القراءة السريعة للكرة والتحرك في اللحظة المناسبة، وهو ما يثبت أن الاستعداد والروح القتالية لا تقل أهمية عن المهارات الفردية. من الجانب الجزائري كان هناك ضغط مستمر، هجمات متنوعة، لكن النقص العددي بعد الطرد وكثرة الأخطاء في اللمسة الأخيرة جعلت الفرص تضيع، خاصة أمام عادل بولبينا الذي حاول مرارا اختراق الدفاع السوداني، لكنه لم يجد المساحة الكافية، في حين بقيت محاولة الفريق الجماعية بلا حسم. النتيجة تعكس تعكس صراعا حقيقيا على كل كرة بين هجوم الجزائر بقيادة عادل بولبينا والدفاع السوداني الحصين، وتطرح علامة استفهام حول فاعلية الهجوم الجزائري وقدرته على قلب المعادلات تحت الضغط. هذه المباراة تظهر أن كرة القدم ليست مجرد أهداف، بل صبر، تنظيم، ذكاء تكتيكي، وقراءة سريعة لكل حركة على أرض الملعب. كأس العرب هذه هي لا تحكم على أي فريق قبل نهاية 90 دقيقة، وكل نقطة لها قيمتها، وكل لحظة على الملعب درس لمن يفهم اللعبة ويفهم تفاصيلها الدقيقة.